سنه. ماشي، ابدا عرفنا بنفسك كده يا كابتن. انا محمد محمود احمد، شهرتي ببيتو، بلعب في سموحه 97، مركزي باك رايت. انضميت لمنتخب اسكندريه التجمعات كلها، ولعبت شاركت في الماتشات كلها، بس لسه منتخب مصر يعني لسه. طب ايه من وجهه نظرك ان عدم انضمامك لمنتخب مصر، هل انت شايف في ظلم ولا لا؟ لا هو مش ظلم، هو اولا منتخب مصر ده نصيب، ياما ناس راحت المنتخب. لا انت شايف ان في ناس احسن منك في المنتخب، يعني انت مركزك ايه؟ انا مركزي باك رايت. تمام. هو انت ما تقدرش تحكم ان في حد احسن مني او انا احسن من حد، بس انا عن نفسي انا على قد يعني. هقول لك ايه بس. انا عايز اقول لك ان انت من احسن اللعيبه، احنا متابعين دوري اسكندريه طبعا، وانت من احسن اللعيبه في اسكندريه. ربنا يخليك. ودي شهاده انا اعترف بيها وبعض الفيديوهات هنعرضها ليك برضك الايام الجايه. هو موضوع المنتخب ده موضوع نصيب يعني، محدش عارف النصيب فين، اللي فيه الخير ربنا هيقدمه طبعا ان شاء الله. بس تمام. عرفنا. عبد العزيز احمد الجوهري، 97 في نادي سموحه، بلعب ديفندر، ورحت تجمعات منتخب اسكندريه. بتلبس رقم 10؟ بس ما رحتش، ما انضمتش لمنتخب مصر، وساهمت الحمد لله بشكل كبير ان احنا ناخد البطوله السنه دي تمام. وحرزت 5 اهداف يعني الحمد لله، كان موسم كويس. تمام. معانا طبعا انا من وجهه نظري بقول نجم اسكندريه، اللاعب اللي راح تجمع منتخب مصر مرتين، عمر الحبشي. عرف الناس بيه. عمر محمد الحبشي، مواليد 97، شهرتي الحبشي، وبلعب مهاجم. طب انت اللاعب الوحيد اللي من اسكندريه انضم لمعسكرين منتخب مصر، عايزينك تعرفنا مثلا في التجمع الاول كان فيه ايه والتجمع الثاني. والله هو كابتن جهاز منتخب مصر، معتمد جمال، كابتن احمد فاروق، كابتن احمد صالح، منهم جهاز محترم. ففي اول تجمع بيشوفوا اللعيبه مره واثنين وثلاثه وبيحمسوا اللعيبه، بيقولوا لهم ان ده مش تجمع، يعني ده انت العب كورتك عشان انت نجم في ناديك، تلعب يعني احنا عايزين نشوفك من قريب بس، لكن انت كده كده فيك ميزه معينه ولعيب موهوب، فاحنا جايين نشوفك مش جايين نقيمك. فبس فهم كده كده، حتى اكبر دليل ان انا رحت التجمع مرتين، يعني بيشوفوا اللعيب مره واثنين وثلاثه واربعه بس. فجهاز محترم يعني، كابتن معتمد جمال، واللي في الخير يقدمه ربنا ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. نرجع لبيبيتو، كابتن احمد حسن معانا. احنا عاوزين بس نتكلم، معلش هنرجع لمنتخب اسكندريه اللي انت كنت فيه، والمباراه اللي كانت مع النادي الاهلي. طبعا انا كنت مع اللاعب مصطفى فرماوي، وكان يعني بيتكلم ان شايف ان مستوى الريتم او الاداء اللي موجود في المباراه كان لصالح النادي الاهلي، كان مسيطر اكتر على مباريات المباراه. هل ده كان خطا في التشكيل، ولا انت شايفه لاعبين تم اختيارهم في المنتخب دون المستوى؟ ما ينفعش تمثلوا منتخب اسكندريه في التوقيت دوت؟ ايه اللي انت كنت حاسه وانت كنت بتلعب في المباراه؟ لا ما يتهيأليش ان هي اي حاجه من دي. هو اكيد هم كانوا مسيطرين، او يعني هم ماسكين الملعب اكتر، لان هم بيلعبوا مع بعض ومتربيين مع بعض بقالهم مثلا 6 سنين ولا 7 سنين، بقالهم فتره يعني. هم فرقه كويسه طبعا، هو لعيب كويس، انا اسمع عنه ان هو مساك كويس، بس احنا يعني بنتجمع قبل الماتش ب3 ايام 4 ايام، يا دوبك نلحق نتمرن مع بعض تمرينتين، وفي لعيب من كذا نادي يعني، احنا مش من نادي واحد. كم لاعب من سموحه منضم للمنتخب؟ احنا كنا متهيألي 7 لعيبه او 8 لعيبه. يعني القوام بتاع المنتخب معظمه مفيش الا 3 لعيبه بس ممكن. بس اللي بدأوا الماتش ما كانوش كلهم سموحه، ما كانوش اكتريتهم سموحه بس. فهم اصلا يعني هم منسجمين مع بعض اكتر مننا بكتير، احنا بنتمرن مع بعض. هل هو ده السبب ولا في اسباب ثانيه؟ لا طبعا هو ده السبب، ده سبب من الاسباب يعني، ده سبب من الاسباب. هم فرقه احسن فرقه في مصر ده 97 حقيقه يعني. ومنتخب مصر معظمه من اللعيبه بتاعت النادي. لازم احسن فرقه في مصر وفيها لعيبه. رمضان صبحي لعب معاهم. رمضان صبحي لعب معايا. لعب معايا وانا لعبت عليه كمان. ولعبنا جاب جوان رمضان. سمعت ان هو جاب جون عالمي. جاب اول جون جابه حلو، وجاب جون تاني يعني، جاب جونين. في رقص الفرقه كلها تقريبا. في جون ده لا بس دي اتحسب بلانتي ومش بلانتي. يعني انت كنت بتلعب عليه وجاب جونين؟ بلعب عليه، هو لعيب بسم الله ما شاء الله. المفروض انت احسن باك رايت في اسكندريه، بس هو احسن لعيب في مصر. لا ان شاء الله تبقى احسن باك رايت في مصر باذن الله. طب انت شايف منتخب اسكندريه، هل منتخب المحافظه له فايده او اثر ان في لعيبه تنضم لمنتخب مصر، ولا ما كانش له اي فايده المنتخب ده؟ لا اصل احنا ما جمعناش كتير، احنا جمعنا 3 مرات بالظبط يعني. مره لعبنا دوره مع منتخبات ال 95 لما كان كابتن علاء مرعوب جاي يتفرج، وعلى فكره الدوره دي احنا عملنا فيها مستوى عالي وسمعنا على مستوى الجمهوريه مع فرق جامده. محدش اتكلم عليها غير موقع الناشئين فعلا.
لعبنا ماتش الاهلي ده، وبعد ماتش الاهلي لعبنا بس مع فريق سموحه 95 ماتش، بعد كده ما اتجمعناش تاني بس كده. بس لا ما انت كانش انت تجمعات شايف ان كتير يعني. التجمع يعني ما فيش تجمعات تامه للمنتخب، ممكن ده اثر ان في لعيبه ما تنضمش او تتشاف على مستوى الجمهوريه. كنت تتمنى كان يتعمل يعني بطوله لمنتخبات منتخبات المحافظات بحيث اللعيبه تتشاف اكتر وكده. ما تمش ده خالص. لا تمام. نرجع لعبد العزيز بقى، حرصت كام هدف الموسم ده؟ حرصت في الدوري ولا في الصحافه؟ هو في في جيبك الاول؟ ده التليفون ده كنت زودت. ماشي. طيب انت حرصت كام هدف مع لا مع النادي طبعا؟ مع النادي كتير الموسم ده، تقريبا 6 اهداف. كان اللي هو في اخر ماتش اللي حرصنا فيه البطوله كنت حرصت فيه هدف، ده كان بطوله المناطق. الدوري المناطق اللي هو كان اخر ماتش كان قطاعات اللي طلع لي الجول، وانا جبت لها جول الفوز على فكره. كان في مين؟ كان في وجيل اسمين، جبت في الوقت الضايع. طب صح، انا افتكرت كان في برضك لقاء كنتوا بتلعبوه في الترام وفقدت الذاكره. ماتش سبورت كان سبورت. وقعدت ورحت المستشفى فعلا، جالي ارتجاع خفيف كده. وانا بنكلمك بعد الماتش ما كنتش فاكر حاجه. مش فاكر اي حاجه. طيب تمام. بس ومنتخب اسكندريه يعني لو نتكلم على زي ماتش الاهلي زي ما الكابتن قال، هو ماتش الاهلي انا بس بوجهه نظري ان كان فيها رهبه، يعني زمايلي كانت الرهبه بس من النادي الاهلي، انا ما شاركتش في الماتش ده، وممكن كنا نبدا 5 افضل ما نبدا 4-4-2. بس لو في كذا مواجهه او في مثلا ماتشات للمحافظات مش للمنتخبات الاول، هتدي فرصه اكتر ان الناس تشوف، الناس تروح منتخب، تبقى لينا فرصه احنا ان احنا نروح منتخب. وانا عايز اقول برضك حاجه، ان الناس اللي راحت تجمعات اللي ما راحتش تجمعات منتخب مصر الفتره دي برضك لا عندها امل لسه، لان لسه 3 سنين على البطوله نفسها بتاعت ربنا في الاول وفي الاخر. فانت تجتهد وتكمل برضك. لا انت تجتهد، وبرضك يعني الناس اللي راحت ما تضمنش ان هي راحت منتخب مصر خلاص. لا ما ينفعش، لازم بعد تجتهد. ايوه والناس اللي ما راحتش برضك عندها امل يعني، دي شفناها في السنين اللي فاتت. يا رب. طب عايز تقول حاجه للكابتن عمر؟ عرفنا برضه، اتكلمت مع الكابتن وعرفت نفسك تمام. طب انا عايز اسالك السؤال اللي كل اللعيبه بتاع سموحه بتهرب منه، اللي هو الخاص بمركزك في الملعب كراجل مهاجم. انت تم تغيير مركزك، يقال ان انت تم تغيير مركزك بسبب لاعب معين، وليكن مثلا جعفر مثلا، اللي هو الكلام كان مسار جدل في فانت عاوز تقول ايه بالنسبه للموضوع ده؟ هو اول حاجه انا جعفر هو صاحبي وحبيبي من بعض من واحنا صغيرين. تمام. وتاني حاجه الكلام ده كله اشاعات، فاهم؟ يعني انا احتاجوني في مركز تاني عشان كابتن محمد عبد المنعم هو اللي احتاجني في مركز تاني، يعني انا شافني ان انا ينفع ادي في المركز التاني احسن من الاولاني. فيعني الحمد لله كنت عند حسن ظنه، بس الكلام بتاع جعفر ووالده والكلام دوت كان اشاعات، يعني ما كانش فيه حاجه بجد. تمام. بيقال ان هو بيصرف على الفرقه او بيسيطر على بعض اللعيبه، فعشان كده جميع اللعيبه يعني بتقلق منه، بتعمل له حساب، المدربين بتعمل له حساب. هو طلع عليه كده عشان هو راجل طيب، يعني عشان هو كان ساعات بيساعد اللي هو كان محتاج مساعده. هل تواجده في الملعب يعني مثلا اولياء الامور لهم مكان مخصص، هو تواجده مع المدربين او بياخد كورس مثلا كانه رئيس قطاع الناشئين في سموحه، هل ده خلى الناس تتكلم؟ لا هو عامه يعني كل اولياء الامور ساعات بيجوا وساعات ما بيجوش، بس هو يعني طبعا بانتظام بيتابع تمريناتنا وبتاع وبيشوف اخبار الفرقه، لان الراجل بيحب الفرقه، مش راجل اللي عايز يعمل في تدخلات في التشكيل؟ لا مفيش اي تدخلات في التشكيل خالص. لا. ابنه يعني عايزين نعرف جعفر، طبعا كنا سامعين ان هو هداف الفرقه، الكلام ده مظبوط؟ طبعا جعفر هداف من زمان، ما حدش يقول كده يعني. بس فكلنا بنساعد بعض. انت انضميت لمنتخب مصر؟ انضميت مرتين تجمعات. طب تم استبعادك؟ لا لحد دلوقتي هو كان كده دلوقتي مرتين ورا بعض منتظمين. لسه كابتن معتمد جمال بيشوف زي ما قلت الكابتن محمد فتحي بيشوف اللعيبه مره ومرتين وثلاثه واربعه، على اساس ان هو الجهاز يبقى حلو، المنتخب يبقى قوام اساسي. شفت لعيبه مصر وشفت لعيبه اسكندريه، طبعا ايه الفرق بين هنا وهناك؟ بس زمان لعيبه مصر ملتزمه، اسكندريه ممكن يكونوا متدلعين شويه، بس وقت الجد برضه فيها لعيبه متدلعين برضه، عشان كده محدش بيروح المنتخب. تمام. طب انا عاوز ارجع تاني بيبيتو. اسمك ايه؟ قصه بيبيتو صح، انا عاوزين نعرف ايه قصه بيبيتو. لا ده هو اصلا انا زمان كان اسمي وانا صغير يعني اول ما اتولدت كان اسمي بيتو مش بيبيتو. بيتو بيتو مش اسمي ده لا عادي.
بس لما بدات العب كوره في مدرب كده شاف ان انا كنت شبه ولا لعيب كان بيلعب في البرازيل يعني هو اسمه بيبيتو بس ففي شبه، فمن ساعتها طلعت عليا بيبيتو. محدش يمكن عارف اسمي الحقيقي، كله عارف بيبيتو. امال انت اسمك الحقيقي؟ انا اسمي محمد. محمد. اه فالشهرة بتنتشر على مستوى اسكندريه. هي معروفه ببيبيتو. تمام. بس بيبيتو ده كان بيلعب في مركز باين غير المركز بتاعك، كان بيلعب كان بيلعب فيرود في البرازيل. كان بيلعب فيرود. لا ما مالهاش علاقه، هو بالشكل بس هو شبهه. بالشبه. مش بالمركز. تمام. انت احرزت 5 اهداف في دوري منطقه اسكندريه. حرزت 5 اهداف. وجايين تتكرموا النهارده في نادي الاتحاد بسبب البطوله دي. طبعا. طب عايزك تقول كلمه كده للكوره في اسكندريه والاتحاد الكوره. لا هي الكوره في اسكندريه والله في لعيبه كتير على مستوى عالي، بس هو فرق امكانيات، فرق تربيه من نادي لنادي عن الانديه اللي في القاهره يعني. بس انت شايف ايه ناقصك هنا عشان تبقى عندك مقومات اللاعب اللي في القاهره؟ هو انا ناقصني هنا الالتزام. طب ما الالتزام ده بتاعك انت. لا ما هو الالتزام مش بتاعنا بس، الالتزام بتاعي وبتاع النادي برضه. الالتزام ايه في النادي بقى؟ التزام ايه من ناحيه النادي؟ في حته الالتزام ديت ومدربين كويسين بيوفروا لنا كل الامكانيات وكل حاجه، بس هي كانت يعني الاساس، هو الاساس لما واحد بيتربى في نادي معروف وليه اسمه غير لما بيتربى في نادي سموحه لسه طالع بقاله كام سنه وهو عامل بصراحه شغل على اعلى مستوى يعني على مستوى الجمهوريه كلها. نادي سموحه بينافس هو على البطوله دلوقتي. طبعا بيلعب في المربع الذهبي وربنا يسهل ان شاء الله يعني اللي فيه الخير هيقدمه ربنا برضه. يا رب ان شاء الله. احنا سعداء جدا باللقاء الجميل ده مع طبعا عمر الحبشي وعبد العزيز وبيبيتو وهتتكرر ان شاء الله، ونتمنى كده الموسم ده نشوفكم طبعا في المنتخب ومحققين كل احلامكم ان شاء الله.